ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل اللي نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى مدير اكاديميات جولدن بوي، ومعانا كابتن رمضان محمد المشرف العام على اكاديميات جولدن بوي. زي ما انتم متعودين احنا دايما بنشوقكم كده كل فتره بعروض وبحاجات جديده. بس هنسيبها لاخر الفيديو. هنبتدي الاول نستعرض عليكم الفتره اللي فاتت ايه اللي تم انجازه، وهنبتدي نقول لكم البلان اللي احنا هنعملها الفتره اللي جايه، عشان انت لو مشترك تبقى عارف انت الفتره اللي جايه داخل على ايه، ولو مش مشترك معانا تبقى عارف ابنك جاي هيعمل ايه بالظبط الفتره اللي جايه. فهنبتدي دلوقتي. كابتن رمضان هيستعرض لنا الفتره اللي فاتت ايه اللي تم انجازه من البلان اللي احنا مشينا عليها. اتفضل يا كابتن رمضان، قول لنا احنا عملنا ايه الفتره اللي فاتت. طبعا في البدايه بشكر كابتن اسلام مصطفى على المقدمه الجميله دي. في البدايه بس حابين نوضح كده، احنا اخر نقطه كانت في الثلاث شهور الاخرانيين من التسع شهور بتوع السنه، لان احنا مقسمين السنه 4 خطط سنويه، كل خطه بتبقى 3 شهور. فالخطه بتاعت اللي هي التسع شهور اخر خطه كنا عاملينها. طبعا فرقه 2013 ربنا كرمنا ومن عنده ومن فضله وكرمه استدعانا طبعا دوري الاكاديميات للنادي الاهلي والانديه، اول دوري النسخه الاولى طبعا في على مستوى القاهره ومستوى المحافظات. طبعا استدعى اكاديميه جولدن بوي اكاديمي عشان خاطر تلعب البطوله دي. الحمد لله لغايه دلوقتي هذا الولاد ظاهرين بمظهر كويس جدا. الولاد دول عمرهم 9 سنين و8 سنين، 2013 2014، والحمد لله يعني ماشيين بمظهر كويس جدا يليق بينا ويليق باسم جولدن بوي. وما ننساش برضو فرقه 2004 بالنسبه لنا الحمد لله الفتره الاخيره عملنا تدعيمات في شهر يناير، والفرقه ماشيه في منطقه كويسه جدا في الجدول بالنسبه لاول سنه اشتراك واول سنه احتكاك للفرقه دي. وفي السن ده طبيعي السن ده جدا بيلعب في مصر وفي كل الاكاديميات وكل الانديه، بس احنا كاكاديميه جولدن بوي على مدار 9 شهور قدرنا ناسس فرقه واكتر من فرقه في جميع الفئات العمريه. بس الفرقتين المميزين عندنا لغايه دلوقتي هذا فرقه ال 2004 وفرقه ال 2013. بالنسبه لتاني نقطه كابتن اسلام هيبدا يوضحها لنا دلوقتي بالنسبه لكل اللعيبه وكل اللاعبين اللي حابين يشتركوا معانا في الاكاديميه. احنا هنتكلم بقى على البلان الفتره اللي جايه. قلنا كل فتره بنحط بلان لينا احنا الفتره اللي جايه، غير البلان طبعا الكبيره ان احنا نبقى باذن الله ننتشر في مصر كلها. فالبلان بتاعتنا الفتره اللي جايه باذن الله من بعد رمضان هنبتدي تشكيل فرق لكل المراحل العمريه. كل مرحله عمريه هنبتدي ان احنا نشكل فرقه مميزه. زي ما قلنا دي فرقه تسويقيه، هنبتدي نعمل ماتشات وديه تسويقيه بحيث ان شاء الله اللاعب او 2 أو 3 أو اكتر يروحوا انديه، واللي ما راحش انديه قلنا ان شاء الله باذن الله ندخل دوري اتحاد الكوره بكل المراحل السنيه. فاللي ما تسوقش ان شاء الله يتسوق من خلال البطولات الرسميه اللي هي بطوله اتحاد الكوره، ودي اقوى بطوله. بنحاول ان احنا نخش في بطوله السوبر اللي هي فيها بتضم الانديه الكبيره زي اهلي وانبي والزمالك والكلام ده كله. فدي فرصه كويسه جدا احنا شايفينها ان احنا بندعي ربنا ان هو يوفقنا ان احنا باذن الله تكمل على خير، وباذن الله تبقى نقله كبيره جدا لكل الاولاد والاكاديميه. ده بالنسبه للبلان الفتره اللي جايه. اما بالنسبه بقى للعروض والحاجات اللي احنا ناويين نعملها لكم عشان نفرحكم ونبسطكم كده معانا، فهيقول لنا كابتن رمضان على اول نقطه باذن الله في الفتره اللي جايه. طبعا ثالث نقطه في العروض، يعني انا هفاجئ كابتن اسلام شويه. هنعمل دوري رمضان يا كابتن، ايه رايك؟ تمام زي الفل، بس ايه النظام طيب؟ ماشي يا كابتن، هنقول بقى كل حاجه دلوقتي. طبعا يا جماعه احنا كل الولاد في جميع الاكاديميات وجميع الانديه، وطبعا لو لعبت الخماسي في الولاد الصغيرين بيحبوا ان هم في رمضان يشتركوا في دوره رمضانيه، ويحبوا ان هم يشوفوا اجواء رمضان ويلتزموا بالاجواء اللي هي الرمضانيه في الكوره. فاحنا بالنسبه لنا عملنا لكم 3 في 1. تاني 3 في 1 تاني 3 في 1 3 في 1 بالنسبه لنا. اول حاجه الاشتراك الشهر ده، هم تعودوا على 3 في 1، احنا على طول عروضنا 3 في 1. كابتن 3 في 1 دي يعني ربنا يكرمنا بس وتعدي على خير المره دي ان شاء الله ان شاء الله. 3 في 1 بالنسبه للشهر الجاي. بالنسبه لشهر 4 اشتراك شهر 4 هيبقى 150 جنيه. ما اتفقناش على 150 جنيه دي. لا يا كابتن خلاص بقى 150 جنيه. ماشي 150 جنيه لاي حد جديد هيشترك معانا في شهر 4 ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرمه كده ويجي معانا. طيب علشان بقى تستفاد وتخش الفرق التسويقيه اللي الكابتن اسلام عليها بعد رمضان، احنا النهارده عاملين شهر 3 كله الجاي من بدايه من 1/3 لغايه 29 او 26/3. ركز في التواريخ كويس جدا، من 1/3 ل 26/3. عاملين الشهر ده علشان تدخل معانا الاكاديميه لازم تشترك معانا الشهر ده. الاشتراك الشهر ده عادي جدا ساري على جميع الاكاديميات اللي هو 200 جنيه طبعا على اي حد. فطبيعي ان انت تشترك النهارده معانا عشان خاطر نستكشفك ويبقى ليك فرصه تلعب معانا الدوره الرمضانيه. دي اول نقطه من 3 في 1. تاني نقطه هتشترك في الدوره مع فرقه مميزه انت بتحب تلعب معاها، سواء ليفل A ليفل B ليفل C، هتلعب برده مع فرقه حسب مستواك. تالت نقطه او تاني نقطه في 3 في 1 اللي هيكسب ليه جايزه ماديه او جايزه رمزيه في اخر الدوره. طبعا تالت نقطه كابتن اسلام هيقولها
يعني انا مش عارف اقول له يا كابتن اسلام هتقولها ازاي، بس هو هيقولها برضه. هو بالمناسبه يعني كابتن رمضان دبسني، يعني احنا بنعمل فيديو الناس الجديده قال لك 150، فانا الناس القديمه برضو ليها خاطر عندنا وهي اللي ليها الرصيد الاكبر. فانا هعمل لهم عرض ان شاء الله باذن الله يوم 2/4، اللي هيشترك او هيجدد الاشتراك يوم 2/4 نعمل له خصم 25%، هيدفع 150 بدل 200 جنيه، وده بس لحد يوم 2/4. لو بعد كده يبقى العرض راح عليك. فمن دلوقتي انا بعرفكم اخرنا في الشهر بتاع شهر 4 ان شاء الله يوم 2/4 او قبل كده تستفاد بالعرض خصم 25%، وده حاجه للاكاديميه وللناس اللي تعبت معانا الفتره اللي فاتت دي. فلازم يستفادوا زي الناس الجديده ما هتستفاد كده بالظبط. اخر نقطه بقى كابتن رمضان هيقول لنا عليها في العروض بتاعه رمضان او المفاجآت اللي احنا نعملها في رمضان، هيقول لنا عليها كابتن رمضان دلوقتي. طبعا النقطه دي نقطه بتبسط الناس كلها، سواء العيله، الصحاب، اي حد بيحب ان هو يتجمع في رمضان. احنا دلوقتي يعني عملنا مبادره، وان شاء الله المبادره دي تتم على خير بمساعدتكم طبعا ومساعدتنا. حابين نعمل شير في الخير في افطار شهر رمضان كلنا. فالنقطه دي من اهم النقط اللي في شهر رمضان ممكن تتم بالنسبه لنا كعيله وكاسره جولدن بوي اكاديمي، اننا ما بنتوقفش ان احنا كل واحد يبقى منفصل او ينعزل عن اي حد في الاكاديميه. بالعكس، كلنا اسره واحده الحمد لله لغايه وقتنا هذا، الحمد لله على مدار 9 شهور ما اختلفناش مع اي ولي امر في اي حاجه. بالعكس اولياء الامور جدا مساعدينا في كل النقط اللي احنا بناخدها، سواء ماتشات داخليه ماتشات خارجيه. فاحنا دلوقتي يعني حابين نتجمع يوم في حب الاكاديميه جولدن بوي ان شاء الله يوم 7 رمضان الموافق 29 مارس. طيب انا نسيت حاجه صغيره بس هرجع اذكركم بيها. اللي ما اشتركش في الشهر بتاع شهر 3 ده عشان يدفع ال 200 جنيه، انا يا عمي بقول لك كمان مره انا هاجي على كابتن اسلام وهاجي عليا تاني. جاي على بخساره كده. يوم 22 مارس و26 مارس لو انت ما اشتركتش علشان تدخل الدوره الرمضانيه، الحق تعالى تمرينتين مجانا. كابتن اسلام خلاص غير ال 150 تمرين مجانا. ماشي يا كابتن. احنا مروقينكم اهو بصراحه. يوم 22 مارس ويوم 26 مارس اللي ما اشتركش في شهر 3 اللي هو من بدايه من 1/3 وحابب يشترك شهر 4 عشان يستفاد بالعرض، يوم 22 مارس ويوم 26 مارس تعالى خد تمرينتين مجانا عشان نستكشف مستواك، عشان تلعب معانا الدوره الرمضانيه. الدوره الرمضانيه هتبقى طول شهر رمضان 7 تمارين خلالهم دورة رمضانية، وهنسمي الفرق بمسميات أندية أو مسميات الولاد حابة تختارهم، وهنوزع الفرق حسب اختيار المدربين، ما تختار الأعمار وتختار الليفلات مع بعضهم. تمام كده؟ بالنسبة بقى للفطار الجماعي يوم 7 رمضان اللي هو هيوافق أول يوم في افتتاح الدورة الرمضانية الموافق 29 مارس إن شاء الله. الفطار ده هيبقى يعني كلنا بنساهم فيه. اللي طبعا حابب ان هو يجيب اكل جاهز ويجيبه ويحطه على السفره يفطر هو واولاده، اللي حابب طبعا يساهم بجزء مثلا مالي ويدفعوا لينا واحنا نجهز برده معاه، احنا نجيب اكلنا انتوا هتجيبوا اكلكم، كله يجيب اكله معاه ونفطر سوا. احنا برده هنساهم بجزء كبير جدا، وهنعمل برده حاجه برده مميزه للاولاد طبعا وهي بتفطر معانا على القعده على حاجه تنظيميه. يعني هننظم حاجه محترمه جدا للاولاد ان هي برده تتصاحب على بعضها وتشوف يوم جميل. واليوم ده هيبقى متصور فيديو هيتعرض على الفان بيج وهنجيب فوتوغرافر يصور اليوم ده. واليوم ده بالنسبه لنا هيبقى اميز يوم قبل النقطة اللي كابتن اسلام هيقولها. اخر نقطة هقولها، لا مش هقولها، خليها برضو زي ما متعودين كده. لا خليها المرة الجاية زي ما متعودين كده. بنخلي اخر نقطة دي مفاجأة كده للناس بتتشوق معانا. طب مفاجأة انت؟ طب شوقنا انا. طيب هنقولها خلال شهر رمضان ان شاء الله، مش هنطول عليكم، بس هتبقى نقطة مفاجأة حلوة جدا. يعني لو انتم متحمسين يعني ان انتوا تسمعوها يا ريت نشير الفيديو ده عشان كل الناس تشوفه كده وتساعدونا في التفاعل كده، وباذن الله يبقى رمضان كريم علينا وعليكم ويبلغنا رمضان باذن الله. اشوفكم على خير وفيديو جديد ان شاء الله. معاكم كابتن اسلام مصطفى مدير الاكاديميه جولدن بوي، وكابتن رمضان محمد مشرف العام على اكاديميه جولدن بوي. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.